لذلك أنا بقول لكم عن أحد العلماء الذين أنا عاشرتهم وعرفتهم وعشت معهم فترة طويلة. نعم، هو شيخنا أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، شيخ محي الدين الكردي. أنا بحياتي مع كثرة لقاءاتي به ما سمعته قال والله أنا ضايق خلقي أبدا، ولا سمعته بيوم من الأيام، لا أنا ولا غيري. يعني قد أنت ما سمعته، أنا سألت أولاده ألكن شي يوم من الأيام والله ضايق خلقي جاء على بالي خدوني على الزبداني، خدوني على بلودان غير جو. قال بحياته ما قال هالكلام نهائيا. شو السبب؟ عايش مع القرآن الكريم. جنته التي كان يتمتع بها هو القرآن الذي كان في قلبه. كان أمتع ما إليه، أمتع الأشياء إليه أن يقرأ أو يقرأ القرآن الكريم. وإذا دعي إلى نزهة وإلى دعوة عظيمة، نعم، وفيها فلان وفلان، قل له والله ما بقدر، عندي موعد. شو الموعد؟ عنده موعد مع طالب علم بده يقريه قرآن. موعده مع القرآن مع طالب ولو صغير أهم من كل النزهات وكل المصايف وكل. عايش كان مع القرآن مع كلام الله. لذلك ما في يوم من الأيام قال أنا ضايق خلقي ومليت وخدوني على شيء. بالعكس، كان يعني أحيانا بعض الأخوة يلح علينا الله يجزيه الخير إنه والله بدنا إياك في عنا مكان ظريف بالجرجانية أو بالكذا. الشيخ كان كتير يعني حي جدا، عنده حياء منقطع النظير، ولذلك كان يخجل فيطلع لسه ما يقعد يعني ساعة زمان ساعتين زمان بالكتير. قال له يلا سيدنا نمشي. لك شو بدنا نمشي هلأ؟ طابة القعدة هلأ حلاوتها، أنت وقت حلاوتها بدك تمشي. حلاوة القعدة كانت شيخنا بغير هالمجالس هي. كانت حلاوة القعدة عنده أنه يسمع قرآن من أحد طلاب العلم أو هو يقرأ القرآن. والله هنيئا له بهذه الحالة التي كانت عليها. فكانت روحه ما كانت في وحشة، لأن روحه كانت تتنعم بكتاب الله، تتنعم بذكر الله سبحانه وتعالى.